فنانة كتير مننا عرفوها كمذيعة، اشتغلت في أكتر من قناة فضائية، وكان في منهم قناة اشتغلنا فيها احنا الاتنين سوا تقريبا سنة ونص. بعدين وقفت إذاعة وعملت حملة إعلانية كبيرة جدا لقناة ميلودي، الناس كلها عرفتهم منها لأنها غيرت كل حاجة في شكلها وفي كلامها وفي كله. بعدين كت ودخلت التمثيل، عملت فيلم ريكلام وعملت فيلم فكك مني وعملت فيلم انا بضيع يا وديع. بعدين عملت مسلسلات في رمضان ونجحت جدا جدا وكل الناس حبوها وعرفوها. معانا النهارده ليلي قاسم. هاي ليلي. هاي، ازيك يا ميرنا؟ عامله ايه؟ انا تمام الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا كويسه وزي الفل ومبسوطه ان انا معاكي النهارده. حبيبه قلبي بتجاملني بس يلا مش مشكله. ابدأنا بقى من الاول خالص، من اول ما عملت البروجرام بتاع الام بي سي، فاكره؟ أيوة. احكي لنا بقى كام برنامج واحكي لنا كل حاجه. انا بدات من خلال قناه الام بي سي. عملت البرنامج اللي كل الناس عارفه اللي هو كان ستارتنج اوفر. بعدين نزلت مصر. انت عارفه ان انا خريجه اعلام اصلا، فاشتغلت جامعه القاهره بالظبط كده. فعلى طول اشتغلت في الفضائيه المصريه برضو والمحور ومودرن. مش عايزين نعمل دعايه بس دي قنوات اشتغلت فيها. وميلودي طبعا انا وميرنا. وبعدين زي ما انت قلتي عملت الحمله الدعائيه اللي هي الخاصه باخر قناه اللي هي الميلودي. صغرت شكلك واخدتي شكل النمر التايجر، الشعر الاحمر وشريره ليه كده؟ والله العظيم طيبه قوي. طب انا عايزه اقول لك حاجه غريبه قوي. في حمله ميلودي الاستاذ حمد الله اللي هو مخرج طبعا حمله اعلانات ميلودي الجميل، يعني اولا شخصيه التايجر دي ما كانتش موجوده في الستوري بورد بتاعت الاعلان، بس هو كان شايف فيا الشخصيه دي. فلقيته مره يعني كل تقريبا البنات اللي جم كاستنج، انا الوحيده تقريبا اللي جيت عن طريق مكالمه من الاستاذ حمد الله. فقال لي ليلي تعالي لي انا في المكتب تعالي. فرحت فانا ما اعرفش فيه ايه. فقال لي بصي انا بعمل حمله سيزون 2 او اللي هي كانت الحمله الثانيه وكانت البحث عن الحقيقه باينه بالظبط كده. الحقيقه المره الحقيقه المره بارت 2. فقعد يحكي لي كذا كذا. قال لي بصي بقى، وانا قلت له طيب ايه المطلوب مني برضو مش فاهمه. فقال لي بصي انا عاوزك تعملي شخصيه الست او الانثى التايجر، شريره او الشرسه شويه متنمره. حتى كنت بتعملي كده بايديك. ايوه بالظبط كده. قال لي بصي انا عايزه اقول لك حاجه، ده مش موجود في الستوري بورد بس انا شايف ان انت اللي تعملي ده. فقلت له يلا جدا. حتى عملت يعني اوتفيتس بيسموها في المكتب، لبست لبس بوبي. ما هو لازم يشوفوا من ضمن الجزء يعني ان هم لازم يشوفوكي بلبس بوبي. مظبوط ولا مش مظبوط؟ ايوه مقاسك ولا يجيبوا مقاس اكبر ولا ايه؟ فيعني قال لي لا خلاص ان وتمام وهتعمليه. وقد كان الحمد لله نجح جدا. نجح جدا. بس عايزه اقول لك ان انا كنت خايفه منه جدا. ليه؟ لان انا قبل ما اعمل الاعلان ده او البرومو ده انت عارفه ان انا اصلا كنت مذيعه. فكانت بالنسبه لي تحول يعني، او مش تحول، انا بالنسبه لي ده عادي لان الفنان يعمل اي حاجه في الدنيا. لكن يعني تقبل الناس او الجمهور لحاجه زي كده ممكن يكون ازاي، وخصوصا ان انا على خلفيه ان انا اصلا مذيعه. وفعلا لما نزلت الدعايه زي ما انت بتقولي هي نجحت جدا، بس في نفس الوقت انا اتهاجمت بطريقه. ليه؟ والله ما اعرفش. قال لك تحول مذيعه الى الاغراء وشبهوني ببعض الزميلات فهماني وبتاع، مع اني انا كنت بعيده تماما عن فكره انت ماشي اوكي، كنت لابسه عادي وكله تمام، بس كانت عينيكي وحركاتك يعني الست جماعه. طب يا جماعه انا حلوه اعمل ايه؟ يعني دي حاجه بتاعت ربنا، يعني هنعترض على حكمه ربنا خالص بالعكس. ده انت هايله خالص. طيب ماشي دي هعديها. بعد كده عملتي في ريكلام برضه بنت شريره. ها تمام. بص اقول لك حاجه بقى، قولي لي بقى ردي. هقول لك حاجه، انا بستمتع جدا بالادوار الشريره والفيلنه وكده، عشان انت عارفاني يا ميرنا انا في حياتي مش كده. طيبه جدا بجد، طيبه جدا. عارفانا بقالي كام سنه؟ 2007 من 2007 نعرف بعض. انا طيبه جدا، فلما بيتعرض عليا دور حد فيلن او شرير او كده بستمتع جدا جدا، لان هي بتبقى طاقه. فمش معقوله مش هبقى شريره في الحياه ومش شريره في التمثيل كمان. اي حته تشري فيها اطلع الغل اللي جوايا. بس يا ستي، انت اكتر دور محبب ليكي ايه؟ اكتر دور محبب ليا، بصي انا كل الادوار اللي عملتها الحمد لله حبيتها لان انا عملتها عن اقتناع. لكن اكتر دور محبب ليا كان بصراحه فيلم ريكلام. سو فار يعني حد قريت حاجه في مجله ان انت حابه تعملي دور يا الرقاصه يا المدمنه يا اي حاجه مركبه فيها صعوبيه في التمثيل. ده حقيقي، بس انا ما كنتش عاوزه اعمل اي رقاصه والسلام، مع ان انا عملت رقاصه اسكندرانيه. مولد كنت عايزه. انا عملت على فكره رقاصه في مسلسل اسمه الخفافيش، بس رقاصه اسكندرانيه درجه ثالثه. انا كنت عاوزه اعمل كمان يعني ان شاء الله من طموحاتي ان انا اعمل رقاصه في مولد. هتعرفي تعمليها؟
ايه المشكله؟ عبيد عملتها هايله. طبعا طبعا يعني. تاني يا تمر حنه كان اسمها ايه؟ بتوع زمان كتير قوي عملوها. كتير 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 يعني. وعندك هند رستم، وعندك ناس كتير بتمثل النماذج اللي في بعض اعمالها الفنيه. ماشي، والمدمنه؟ المدمنه مين؟ لا المدمنه برضو فنانات كتير جمال عملوها. بس اشمعنى الدورين دول؟ اشمعنى الدورين دول؟ هقول لك. لان الدور ده اولا بحس ان انا بشيل رساله او قضيه بتكلم عنها، يعني انت بتعملي دور ذات قيمه، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه دور مركب بيبين امكانيات الفنان او امكانيات الممثل. بحس ان انا كده بقى ممثله. وعملتي فيلم تاني كان اسمه ايه؟ فكك مني. فكك مني. الفيلم ده هو لسه ما نزلش على القنوات؟ لا نزل، انا سمعت والله انه نزل. حد قال نزل سينما بس قنوات؟ لا نزل. انا سمعت من قيمه 3 اسابيع كده حد من اصدقائي كلمني وقال لي ان هو نزل على قناه في التلفزيون يعني، بس انا ما شفتوش. احكي لي عن دورك عندي. دوري في فكك مني انا عامله مديره مكتب الاستاذ الجميل عم حسن حسني، اللي انا بحييه طبعا، من انا بحبه جدا الراجل ده. عامله مديره مكتبه، واللي هو كان بيعمل شخصيه الوزير، وزير الزراعه، وانا مديره مكتبه اللي بيستخدمها او بيستغلها لتسهيل الانحرافات في الوزاره. فهو بصراحه فيلم ما لاقاش حظه يمكن جماهيريا، لكن فيلم على اتكرم الحمد لله، وفيلم على مستوى الورق اكتر من رائع. ما قلتليش عن المسرحيه؟ المسرحيه هي لسه موجوده لغايه دلوقتي؟ هي بالظبط، هي لسه بتتعرض لحد دلوقتي، بس احنا حاليا طبعا عاملين اجازه اللي هي احنا خلصنا سيزون الشتاء، فان شاء الله على شهر 6 باذن الله هنعرض في اسكندريه، فعشان جمهور اسكندراني حبايبنا لازم يجوا يحضروا العرض طبعا. وطبعا هنقف شويه في رمضان ونرجع بعد رمضان. والمسرحيه احتمال ان شاء الله، في دلوقتي كلام ان هي هتسافر الجزائر وهتسافر كذا بلد عربي عشان الاشقاء العرب والمصريين في الخارج كمان يستمتعوا بالعرض. طيب بما ان انت جربتي كل حاجه، سواء اعلام، مسرح، تلفزيون، سينما، ايه الفرق بينهم وبتفضلي مين اكتر؟ واحكي لي ازاي بتعرفي تفصلي. بصي صعب. انا حاسه ان انت هتقولي لي انت مفيش حاجه ما عملتيها. فنانه شامله، عملت كل حاجه فعلا. لا بصي اقول لك حاجه. كل حاجه فعلا يا ميرنا فيهم بتدي متعه وانطباع خاص، ممكن حاجه تانية ما تديهالكيش، وما تسالنيش هي حاجه بتبقى اشباع ذاتي. المسرح صعب جدا، مش صعب. لازم صوتك يبقى عالي وحركه جسمك تبقى اقوى، تعرفي توصلي، وكل ده الجرأه، وغير الروتين بقى يوميا، ولا صعب وتقولي نفس الكلام يوميا، فاهماني؟ والجرأه اللي انت لازم تكوني عليها، وصعبت وكمان ان انت بتاخدي رد فعل مباشر من الجمهور اللي في الصاله. انت مش بتستني العمل الفني يتعرض وبعدين يا يتقبل يا لا، وانت مش شايفه رد فعل الناس، لا ده انت شايفاه لايف، فاي حاجه ممكن تاثر عليكي بالسلب او بالايجاب. فانا عايزه اقول لي عن دورك في المسرحيه. انا بعمل شخصيه سعيده سعد السعيد، الصحفيه الثوريه. سعيده اللي هي الصحفيه الثوريه اللي بتمثل الاعلام المصري الثوري، اللي بتتعرض للضغط والقمع والكبت. الحريات المسرحيه بصفه عامه بتتكلم عن نعم للتعدديه ولا للاحتكار، عن الثوره. مبسوطه منك قوي ان انت عماله عارفه اللي هو بتثبتي نفسك كل سنه عن اللي قبلها. وقبل ما اختم معاكي عايزه اعرف ايه اللي بتعمليه دلوقتي، او ايه اللي هتعمليه في رمضان؟ سؤال مهم. لا بصي هقول لك حاجه. انا كنت هعمل مسلسل اسمه الملك النمرود، ده مسلسل باللغه العربيه الفصحى، لكن للاسف المسلسل توقف لاسباب انتاجيه. يعني قبل ما نخش نصور تقريبا ب3 ايام المسلسل كات وقف، مع ان المسلسل ده على فكره يا جماعه كان ورقه اكتر من رائع، وكان انتاج ضخم جدا جدا، لكن هو لم يحالفه الحظ معلش. وحاليا انا في ورق بقراه لحاجات دراما في رمضان، ان شاء الله خلال الاسبوع ده اخره بالكتير هكون قررت باذن الله اي حاجه هعملها. والله طب هسيبك تقولي كلمه المسائيه ولكل المصريين والسوريين. شوف عايز تقول مصريين وسوريين، بس انا عايزه اقول لكل الوطن العربي. انا اولا عايزه اقول لمسايا ان انا بحبكم جدا جدا، وسعيده ان انتوا قناه بتثير البهجه والفرح على وشوش وقلوب الجماهير والمشاهدين. ايوه انتوا بتعرضوا افراح كتير قوي، انا بحب اتفرج على الافراح، بحب اتفرج على الموضه، على الاخبار الفنيه عندكم. انا بتكلم كمشاهده دلوقتي. عايزه اقول للجمهور اللي بيشوفونا، الجمهور المصري، انا بحبكم جدا جدا. وانا يعني انا لو نجحت فانا نجحت بيكم وبسببكم وبفضلكم بعد ربنا.
عايزه اقول للجمهور السوري ربنا معاكم، انا بحبكم جدا. بحكم كمان ان انا كنت عايشه انت عارفه في الخليج 18 سنه تقريبا، فاحتكاكي بالجاليه السوريه قبل ما يكون في مصر انا احتكيت بيهم في الخليج جدا كتير. عايزه اقول لهم ربنا معاكم ويعينكم وان شاء الله ازمه وتعدي. عايزه اقول بقى لجمهور الوطن العربي وجمهور دبي تحديدا، ايوه جمهور دبي تحديدا ان انا بحبكم جدا جدا. انتوا وطن عربي اكتر من رائع، يا رب نفضل دايما وحده مع بعض ومفيش حاجه تفرقنا وما نبعدش عن بعض دايما، ويبعد عننا العين وكل حاجه وحشه والتدخلات الخارجيه. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. حبيبتي نورتيني بجد، ميرسي. ميرسي، انا اللي سعيده بجد بالوقت ده معاكي يا ميرنا، ويا رب دايما. ساعه العصاري، بتحبي ساعه العصاري جدا؟ ده ما انت عارفاني. هجيب لك شاي دلوقتي بالظبط بالياسمين. ميرسي ليكم، وليلي قاسم نورتنا النهارده، واستنونا ان شاء الله في الفقرات الجايه. فاصل الاول ورجع لكم على طول.